هل تساءلت يوما كيف يمكن أن يكون طعم الأكل اليمني الأصيل في قلب لندن؟ أيتها الدنيا نشيدي ردديه وأعيدي وأعيدي واذكري في فرحتي. مندي تجربه مرة واحدة أنت خارج الملعب. ماذا فعل اليمنيون؟ قال لا نترك الإسلام يقف عندنا، سننشره نشرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنجرب أكل يمني في مطعم الأرباب. ليلة حنوريكم تاريخ اليمن مع أكله. أفضل الأكل اللي جربته في حياتي هو الأكل اليمني، ولازم قلت أوريكم الأكل كيف يعني. شوفوا القعدة اليمنية 100%. شوفوا الجمال ده. تعالوا نوريكم فوق. شايفين الجمال ده؟ انت تقدر تعمل تجوه للعزومة، رمضان، كل شيء ما شاء الله. الكراسي شايفينه. خلينا نجرب الأكل ما نطول عليكم. انتظر الأكل ونضرب الأكل ده لما تقولوا كفاية. ده جاهزين. وين الطقه؟ طقة جاية الليلة جبتها حتدوخ بس هنا بس. يا زول الاكل ده شفته الليله دي ويانا الليله دي الأكل اليمني ده قال لك جبتها ما يخليك تطلع من المحل إلا يغمى عليك، يا كمان لط إلا خد يعني. الليله هنجرب اكل اليمن، نشوف ان شاء الله اكلهم كده أنا قاعد كده ولا كده. أنا قاعد أقول لزول ده تعال يا زول الليلة جبتها يعني عازمك بأكلة يمنية مجنونة كده بس. نشوف الاكل حقهم نجربه واوريكم من 10 كم. انا خايف من شنو؟ انا خايف من شنو؟ من شنو؟ خايفك تمشي يمن يا زول. اذا الاكل جميل اذا الاكل جميل ليش لا يا اخي؟ المستقبل نمشي يمن يا زول. قلت لك انا طبعا منتظر 100,000 متابع امشي طوال يمن. طيب جيب نحن قاعدين ناكل يلا. تعالوا نجرب الاكل اليمني العجيب يا جماعه. شايفين ما شاء الله الاكل المندي رقم واحد في اليمن وخارج يمن. مندي ده يا جماعه انشهر لدرجه مبالغ فيها حتى ذهب فوق كل الارض. وطبعا الستارتر والكباب كل شيء ما شاء الله، جداد، مندي، سمك، اكلات بحريه، شاي عدني، كل شيء موجود. الشاي العربي، اي حاجه هنا موجوده. تعالوا نبداها واحد واحد يعني. والحمص العجيب ما شاء الله. ده شنو يا جماعه؟ يجيك بعد شويه كده اكل. نبدا بالاكل بعدين بحكي لكم التاريخ. في تاريخ عجيب ورا قصه الاكل ده يا جماعه. ما شاء الله عجيب. يجهزك للاكل. ده طبعا الحمص والحاجات بتعرفوها كويس يا جماعه. ده اسمه شامبين، حلال شامبين يعني ما شاء الله. يعني بالفواكه ما يوديك، ما تسكر ما تخافوا، لكن شنو تستعدل شغل اصلي ما تنوم بالليل ذاته. قال عاد نكون منه شامبين الحلال. ابشر ابشر. تعالوا جربوه لو شاكين الزول ده شرب شنو عشان ما تقول. ما شاء الله الصينية دي حسي كاملة دي بتجي مع الموية والشراب وكذا ما شاء الله. وتجي ده يا جماعة 20 دقيقة ينطبخ على الفحم. ده برضو على الفحم. نقول لكم بالحمص، حمص العجيب، حمص نوعين ما شاء الله نشكله. ما قادر انتظر يا جماعة المندي العجيب ده اللي بعدين احنا نغليه. نشوف الكباب. عندهم كباب برضو ما شاء الله. مش عادي في لسانه يا جماعة، خفيف جدا. نعم المطعم ده يا جماعة لابد تجربوه. مطعم الأرباب مطعم جميل جدا ما شاء الله. الجداد كده شايفين؟ شوف أول مرة أشوف لي جداد يتكسر كده. سوفت جوسي بس. الحمد لله على هذه النعمة يا رب. والجداد اللي ياخد 20 دقيقة في الفحم ده كده نشوف. جربوا بالصوص كده. ده جداد عجيب عجيب. جداد عجيب.
تعالوا نرجع للأساس يا جماعة. نبدأ لكم بالجداد. جداد مندي جداد. شايفين البقدونس والحاجات دي في الرز كيف؟ رز مندي ما في زيه. أكلات بحرية شايفين سمح ما شاء الله. نحط في الصوص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السمك يا جماعة، السمك اللذيذ. الجماعة أبدع في الأكل، وختم يعني من الأكل ما شاء الله. أبدع في الأكل. نجي في الأساس. المندي ده يا جماعة ابدأ بالنيابة، أنا حبيته حبا جما. أنا خايف أرحل ليمن بس بسبب المندي ده. نجربه في السنون نغمسه. يا جماعة أكل ما في كلام ما شاء الله. برضو العصير حلال. والله عجيب يا أخي. برضو في يجي مع العصير ده الأكلة دي. لو طلبتوا دي انتوا ذاتوا النفرين ثلاثة بتأكلكم لو ما قدرتوا تجربوا الحياة الثانية. ما شاء الله. بربر قال لك ده. المويه برضو شايفين ما شاء الله. الشاهي شاي عدني بالزعفران. شايفين الماعون. معليش يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عجيب ما شاء الله. الشاي العربي الماء يتفوت. الشاي العربي تحبوه كلكم. شايفين خبرة. لقيت نزل خطير يروي الشاي العربي. ما شاء الله والله إبداع في كل شيء ما شاء الله. حتى يا جماعة خلينا نبدأ الأكل كويس. ناكل جوا. تعالوا تعال قريب يا زول. آكل يا زول عشان ما أكمل منك الأكل ده. تعال يا زول هاكم. جماعة ديك قدامهم عجيب ما شاء الله. هايمن كيف الأكل يا زول؟ الأكل ما في أي كلام والله ما شاء الله. عجبني بالأخص هذه الكبسة. إيش بناديها هذه؟ مندي. هاي مرة عجبتني. واللحم كمان. اللحم عجيب. اللحم عجيب ما شاء الله. شفت اللحم ده يمشي في يدك كيف؟ اللحم هبشة كده بس زي اسمه شنو زي السبونج. ده شاي عربي صح؟ مش نجرب الشاي العربي. والله يا جماعة أكل لو انتوا الشاي سمح بس ما فيه سكر. هاي سكر وين؟ انت ما سكر هذا. نحين البأس يا مصدر بأسي واذكريني لك يا أكرم أمة. يا جماعة السمك حقه برضو. أنا في بريطانيا هنا ما قاعد ألقى سمك يا جماعة. السمك راقي كده ما قاعد ألقى. لكن الليلة ما شاء الله. شايفين السمك؟ أي واحد ما قادر ياكل ظروفه صعبة ولا أي حاجة ولا بسبب الحاجات اللي بتحصل في الدنيا دي سامحونا والله لو قاعد تشوفوا الأكل ده قاعد ناكله يا جماعة. يا
هكذا تنتهي المباراة يا جماعة. طلبت لأيمن قلب شينكري، استسلم سريع، زول ده غسل يده. والعصير الشامبين الحلال ده أحلى منه، ما عربيا العربي، العصير الشامبين العربي اسمه. يا جماعة لأول 10 نفر يجوا يقولوا شفنا فيديو بتاع أحمد وجينا عبر أحمد، عندهم عربيا شامبين مجاني. أول 10 نفر شايفين العصير السمح المجنون ده، أنا قلت له لا العصير ده لازم يجربوا الناس ديل. قال خلاص أول 10 نفر يطلبوا أكل عندهم العصير ده. العصير ده يا جماعة السمح ده التاريخ يا جماعة. اليمنيين يا جماعة ما شاء الله ناس تجارة، كان عندهم تجارة جميلة جدا مع الهند، فكان يمشوا الهند ويرجعوا، وهناك كانوا يتزوجوا وماشي الأمور كده. بعد ذاك جاء الإسلام ودخل على اليمن ما شاء الله. ماذا فعل اليمنيون؟ قال لا نترك الإسلام يقف عندنا، سننشره نشرا عظيما. التجار والناس الدعوة اللي يعملوا كلهم جيبوا يمشوا اليمن ويدعوا الناس للإسلام. حتى في أماكن كثيرة كده كانوا أكثر أسلمت. استمروا اليمنيين كده، ما تركوا عاداتهم، استمروا في لغتهم، استمروا في عاداتهم، استمروا في أكلهم، حتى ما شاء الله إلى الآن ما يقارب 1000 سنة ولسه يمنيين هناك العايشين عندهم مكان معروف كده، وعندهم عديل في العادات. اللي الهنود دخلوا ثبتوا في البلد يعني، وحتى هم ناس معروفين هناك، وليه حسي ما خلى عاداتهم. شوفوا الأكل قالوا ما نخليني هاي. كيف الأكل اليمني ده كيف يتخلى ذاته؟ ما شاء الله ما شاء الله. عشانه تخيل يعني يكون زول هنا عايش في بريطانيا 1000 سنة، وأجداده أجداده أجداده لسه قاعد يتكلم لغته ولا ماشي بعاداته. الموضوع ده صعب لكن فعلوها اليمنيون، وإن شاء الله الأكل اللي أكلناه هنا ناكله في اليمن. وشكرا لكم شكرا لأنكم نشرتم الإسلام في الهند. يا جماعة التحلية وصلت، التحلية العجيبة. سمع تحلية جميلة، مطعم جميل جدا يا جماعة. أنصحكم تجربوا المطعم الأرباب، من أفضل المطاعم اللي مشيت لها هنا في لندن. أكلهم، استقبالهم، كل شيء جميل، والمكان جميل جدا. أنصحكم تزوروه. هحط لكم العناوين تحت في الديسكريبشن، زوروهم وقول لهم إحنا من طرف أحمد هلقوا لكم شامبين جميل جدا، شامبين مجاني. يا جماعة ما تنسوا اللايك والشير والكومنت لو عجبكم الفيديو. احنا يعني مستمرون، وإن شاء الله حنجرب أكلات العالم كله، وحنسافر إلى العالم كله بإذن الله، وثم بدعمكم يعني، عشان بعد تعملوا شير لأخوانكم لأصحابكم، وتعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب، يشجعنا ويقوينا يعني.